هو ده التاني الفتاة ده اهو. أميرة مش جايبة عصير ما تصورهوش. مش قادرة هموت. يا مساء النور والهنا والسرور عليكم، عاملين ايه النهارده؟ النهارده بقى يوم مختلف خالص خالص خالص. بقالي كتير قوي 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 ما عملتش ان انا انزل بدري مع صحابي واقضي اليوم من بدري. بقالي كتير قوي. الكلام ده كان ايام ما كنت بشتغل، يعني ايام ما كنت بنزل مع صحابي من بدري وكده. الكلام ده ايام ما كنت انا بشتغل. فبقالي كتير قوي ما نزلتش مع صحابي. النهارده بقى هننزل انا واسراء ورغداء واميره، طبعا انتوا عارفينهم. فالنهارده اليوم التحليل العالمي ما بعد الخطوبه بتاعت اميره. لازم يا جماعه نحلل كل حاجه. فاحنا نازلين من بدري، جو موت، بس قلنا لا احنا لازم ننزل من بدري عشان نقضي اكتر وقت مع بعض. بقالنا كتير قوي قوي ما خرجناش مع بعض ولا قعدنا مع بعض من زمان. انتوا عارفين اخر خروجه نزلناها وكانت وقت قليل جدا. فتعالوا معايا النهارده نشوف احنا هنعمل ايه في يومنا الطويل. ان شاء الله باذن الله يبقى يوم حلو قوي قوي قوي. طبعا انتوا حفظتوا الطريق ده، حفظتوا الطريق اللي احنا بنروح لإسراء. تتوقعوا بقى هل هنلاقي إسراء واقفلنا في الشارع ولا هنروح نستناها؟ تعالوا بقى نشوف مع بعض. ده سلاح يعني؟ هتصوريني هصورك. ده سلاح؟ يعني ايه؟ ده سلاح؟ هو ايه البلد؟ بس لقيتك بتطلعي لي التليفون كده. من التليفون؟ اه لا والله لقيتك بتعمله لي بس كده. مر قوي قوي. ايه ده البلح؟ مش ده اللي كان سكر امبارح؟ دي مر قوي. قلت ايه ده في ايه؟ يلا يا حبيبتي. لا مش هفتح. هو حر هموت. ما تموتش، انا مالي عظيم يا رب. يا جماعه تتنطط عشان نازله يوم بدري. جايبه شنطه جديده بقى دي وايه؟ جديده، دي قديمه جدا. اقفلي السوسته. على فكره دي من ساعه ما اتجوزت بس ما لبستهاش. اقفلي الزرار يعني بتاع الشنطه. يا دي امي. شم ريحه اللبن اقسم بالله. اللبن ايه؟ انا شم ريحه بخور. هي مبسوطه ان انت نازله النهارده؟ لا. رايحه فين؟ رايحه فين؟ مكتوب جمال واميره جمال اللي هو في هي اميره قولي هاي للفانسات. دي العروسه يا جماعه. وانا المدعوسه. وانت مين؟ رغداء باين من ايديكي كف ايدك بس يا جماعه. بيني لهم كف ايديكي عشان شوفوا. قولي الاميره كلمه والاسراء. لا انا مفيش حاجه تقولها لي. قولي الاميره وجهي الاميره كلمه. والله يا جماعه اميره من ساعه ما نزلنا ما سابتش التليفون. صح ما سابتش. حرفيا ما سابتش. ده التليفون سخن. هو ده التاني الفتاة ده اهو. اميره مش جايبه عصير ما تصورهوش. مش قادره هموت. لا هاتي ده، هاتي ده. مش ساقع صح؟ مش ساقع. دلوقتي المفروض ده بتاعها يبقى ده. الى اللقاء. دلوقتي بقى انا ايه ده مين؟ دلوقتي بقى انا جيت عند البيت لسه واصله وخلصنا الخروجه. كانت خروجه تحفه 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 بجد. بقى كتير قوي ما خرجناش خروجه حلوه زي كده. ولسه بقى مروحه حالا وهطلع ونشوف لولي بتعمل ايه وفين وهنعمل ايه. استنوا بقى معايا بقيه الفيديو. طبعا قلت لكم ان انا لسه طالعه البيت وخلاص ومش عارف ايه وكده. اول ما طلعت البيت على طول النور قطع. فاول ما النور قطع قلنا لا استحاله نقعد في البيت نهائي، استحاله. فقررنا ان احنا ننزل. هروح عند ماما شويه وبعد كده بقى بالليل هننزل مع اسراء وكده. لان انتوا عارفين ان احنا اتنين ساكنين في مكان واحد فالنور قاطع، فاحنا استحاله نقدر نقعد في البيت نهائي. فدلوقتي لسه نازله ومعايا لولي وهنروح عند ماما. وبعد كده بالليل شويه بقى انتوا عارفين ان احنا بننزل متاخر هننزل نخرج بقى ونوريكم احنا هنعمل ايه. عاملين ايه النهارده؟ اعمل لكم جديد، لايك شير سبسكرايب. بصوا احنا دلوقتي بقى رايحين عند تيتا عشان كل يوم النور بيقطع واحنا زهقنا، فقلنا نروح عند تيتا نقعد كام يوم. وماما هنقعد قد ايه عند تيتا؟ شهر. هنقعد شهر عند تيتا. احنا نقعد كتير قوي 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 عند تيتا. وبعدين مامي هتخرج هي صاحبتها وانا هقعد هنا انا وصحابي عند تيتا. هنلعب لغاية لما نقول هي. وعملتوا ايه هنا عند البيت؟ نعمل كلاب. عملتوا ايه للكلاب؟ عملنا لها
شفتوا كلاب اللي صورتوها لكم وانا نازله الصبح عامله ازاي؟ هم دول اللي عاملينها لهم. بصوا اهي كده، بصوا عاملين لها بيت دي ازاي. مش بتاعتي. بيت هناك اهو، شايفين البيت؟ هم اللي عاملينها لهم تحت اللومه صح؟ شايفين الشوارع مكسرينها ازاي كلها؟ بصوا المنظر، شايفين كل ده متكسر. بيعملوا انترنت. بيعملوا خط بتاع النت. بصوا كمان على الجنب ده مكسرين الشوارع كلها، بوظوا الطريق بجد. بصوا هنا في نور، هنا كل ده في نور، احنا عندنا فيش نور. واحنا هنا اهو عند ماما خلاص داخلين. بصوا ما شاء الله في نور الحمد لله. اصلا ما بقى النور بقى مقطوع اصلا بقاله فتره، يقطع بالخمس والست ساعات. يعني انا من امبارح قطع عندنا الصبح وانا نايمه الساعه 9 الصبح لغايه الساعه 2 الظهر، متخيلين؟ فالموضوع ده بقى صعب جدا والجو لا يطاق اساسا. فدلوقتي انا وصلت عند ماما بتصور لكم يعني الدنيا وكده. هقول لك بعد يعني ايه، هقول لاياد يعني ايه دلوقتي، مش هقول، مش هفضحه. دلوقتي بقى في الكافيه مستنيين، طبعا انتوا عارفين مين الشخص اللهو الخفي اللي بيكون معانا على طول. فعمال ما الشخص او اللهو الخفي يجي، كنت هقول لاياد على حاجه بس اياد قام بقى دلوقتي. فلما يجي هسأله اسئله دلوقتي قدامكم عشان يجاوب. فتح النور كمان. طبيعي ان هي تبقى بنت. مفيش بنات؟ طب ايه تاني؟ محترمة. محترمة. هبقى ابعت لكم بقى انا صور حاجات كده عن اياد، صور كده هعملها لهم. الصور اللي عملت لها انا ذكيه امبارح بعت لنا صور الحاجات كده، فبعتها اللي هي صوره مره واحده. عارفين انتوا الحوار ده؟ فانا بقى عشان عارفه الحوار ده عملت ايه بقى، شغلت السكرين ريكوردينج. عارفه يخلي الصوره تتقفل. فاكرين بقى يوم ممكن توطي البتاع ده او تقفله؟ فاكرين يوم الزفه لما قلت لكم في حاجه حصلت ومش عارف ايه وكده، واحنا ماشيين بالعربيه الزفه، لا انتوا عارفين بقى الزفه وكده، عدى ولد معاه بنتين على سكوتر صغيرين جدا، يعني ما يكملوش سنهم 15 سنه. المهم في عربيه من عربيات الزفه الولد اللي بسكوتر مشي سريع بسرعه عايز يعدي ما بين الزفه طبعا. فالعربيات بقى اللي هي عارفين اللي هو الشغل كده راحت خبطاهم، وقعوا على الارض. احنا قلنا حصل لهم حاجه، قلنا ماتوا والله العظيم من الخضه اللي احنا كنا فيها. نزلنا جرينا نبص لقينا الواد يعني كلهم الحمد لله سلام. وبس بقى كانوا مرعوبين ان الموضوع يتطور اكتر، بسبب ان هم تقريبا الولد معهوش رخصه والبنات اكيد راكبين وراه من غير ما اهاليهم يعرفوا، فكانوا عايزين يمشوا الموضوع. عارفين اللي هو عمالين يمشوا عربيات والناس يلا خلاص حصل خير، وعارفين انتوا الحوارات دي. فبجد معرفش ليه العيال اللي في السن ده بيعملوا بقى. شفتي الظلم وحش. الظلم ظلمات في الاجواء تحفه. الدنيا زحمه جدا. مبسوطه؟ لا مين اللي فتح الباب؟ لسه نمتيش؟ لسه هتتعشي؟ هتتعشي ايه؟ اندومي؟ يلا حشتيني ديها برضو اهو. حشتيني كلابول. حشتك؟ قد ايه؟
شعرك بهدل كده ليه؟ عادي.